المستمعين، معاكم شيرين كمال من قناة صوت البحر. والنهارده في قاعة التعليم المدني التقينا بأستاذ رامي عاصم، أفضل متطوع على مستوى الجمهورية. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. عايزين نعرف حضرتك أكتر، يعني أستاذ رامي لمن لا يعرف. تمام. انا رئيس مؤسسه شارعنا للحياه والتنميه، ومتطوع في مؤسسه حياه كريمه من حوالي بتاع 6 شهور كده، وشغال في العمل الخدمي والعمل المجتمعي من حوالي 3 سنين. طيب عايزين حضرتك تقول لنا استفدت ايه من العمل الخدمي؟ تمام. هو عامه يعني في مقوله كانت بتقول ان في التطوع حياه. فعلا الانسان لما بينزل عمل تطوعي بيشعر بلذه، يعني ما يشعرش بيها غير اللي بيعملها فعلا. يعني يمكن من واحنا صغيرين كده كنا بنشوف لما والدنا كان بيدينا فلوس في ايدينا عشان نروح نديها لحد في الشارع، او حد بسيطه يديله زي صدقه او كده، كنا بنشعر بفخر وبنشعر بسعاده غير عاديه. فربنا حط فينا في الفطره ان احنا نبقى سعداء واحنا بنخدم الناس. فالواحد يعني لما ربنا كرمنا والدوله ادتنا كتير الحمد لله، فبنحاول نرد جمالها علينا من خلال احنا بقى، يعني مفيش اجمل من الخط بتاع العمل الاهلي والمجتمع. طيب حضرتك بما ان انت في اعمال خيريه كثيره جدا وبقالك فتره كبيره، قول لي لما بتروح مثلا مستشفيات او بتشوف اطفال او بتشوف حوادث، دوت بيخلي المشاعر عند حضرتك تكون فياضه اكتر، تكون مرهف المشاعر زي ما بيقولوا، ولا بيخليك تتحمل المصائب بقى المصائب الشخصيه اللي هي بتحصل لحضرتك؟ يعني مثلا ايه، زي فقدان عزيز، زي لا قدر الله ان يحصل اي حاجه لحد تعرفه معرفه شخصيه، فبيخليك تستقبل المشكله او المصيبه بصدر رحب اكتر، بما ان انت بتشوف مصايب اكتر ومشاكل اكتر، ولا دوت بيعمل لنا يعني زي ما بيقال كده هدوء في المشاعر والاحاسيس؟ بص يا شيرين، اقول لك حاجه. يمكن في البدايه يعني اول لما بنعمل زيارات للمستشفيات وكده الواحد كان اعصابه بتتعب، وفعلا كنت برجع نفسيا متضايق جدا، لدرجه ان انا ممكن اقعد يومين 3 قاعد في البيت مش بعمل اي حاجه، ودايما متخيل الاطفال هم على الاجهزه الكيماوي والحاجات اللي الواحد بيشوفها. بالممارسه مش هقول لك بقى الواحد بقى عنده قلبه مات او كده، لا، بقى بيفكر الموضوع ان هو شاف مشهد، لا، يحط العقل الاول. احنا هنساعد الناس ازاي؟ إيه اللي احنا نقدر نقدمه لهم؟ إيه اللي انا اقدر اتحرك بيه كمجتمع مدني اللي انا اقدم للناس ديت قبل ما افكر؟ لان دايما لو احنا فكرنا بالعاطفه اكتر من العقل احنا مش هنقدم حلول. فاهمين ازاي؟ طب حضرتك قول لي اكتر موقف اثر فيك نفسيا. لا، هم الاطفال بتوع 57 57 لما بنروح هناك، انا عايز اقول لك اول زيارتين كنت متدمر نفسيا. شوفي مفيش اغلى من الاطفال، طبعا مفيش اضعف من الاطفال. لما تشوفي طفل قاعد بيتألم على جهاز كيماوي، الكيماوي ده يعني ربنا يا رب يعافينا كلنا، زي ميه النار بالظبط لما بتنزل في الجسم. فالولاد كنا بنقعد نحاول نخرجهم من المود دوت، نلعب معاهم ونعمل، بس مفيش فايده. انت عارفه برضه مقدره هو بيعمل ايه. فلما تيجي لك بقى رساله من طفل يقول لك انا هروح امتى، او واحد من الاطفال يقول لك وانا هخف امتى؟ اسئله هو توجع انا القلب اصلا. طبعا هو انا هموت؟ ده كان اصعب سؤال. يمكن احنا يعني كنت بروح انا ومعايا شباب كتير، كله كان بينزل بقى معيط وبينزل متدمر نفسيا. كنت دايما نعمل لهم اعاده تاهيل نفسي. لا، احنا مش جايين عشان نعيط ولا جايين عشان نتاثر، احنا جايين عشان نوجد حلول للناس دي. صح ولا لا؟ صح. ما هو البكا لو كلنا عيطنا وكلنا انفعلنا، طب مين هيحل؟ مين هيقف مع الشباب؟ مين هيقف مع الاطفال ده؟ فابتدينا الحمد لله احنا نجمع نفسنا ونتفق ونعمل اكونت جوه المستشفى، نبتدي نجمع فلوس مع بعضينا لحد لما وفرنا جهاز واثنين، ودلوقتي ما شاء شغالين الله. كمان في الجهاز الثالث الحمد لله. حتى المستشفى هناك يعني في لوحه في الحائط الشرفي بتاعنا بيحمل اسم مؤسسه شارعنا. دي حاجه من يعني يعتبر ايه، يعني من افضل التكريمات اللي احنا شفناها. طبعا لما يكون اسمك موجود في عمل انت عارفه كل يوم الجهاز ده اطفال بتخرج منه، اطفال بتستفاد منه، فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا كلنا، يعني كل من في المؤسسه. طب ازاي حضرتك بتقدر تجمع شباب؟ يعني احنا عارفين دلوقتي مثلا ان السوشيال ميديا هي اللي بتاثر على الشباب اكتر، معظم الشباب ماسكين التليفونات او بيتكلموا او قاعدين بينزلوا صور. ازاي حضرتك بتنقي شباب يكونوا منتقاه؟ لان حضرتك كده معناه انت بتنقي صفوه الشباب، مش اي شباب حضرتك بتاخدهم. فعلى اي اساس حضرتك بتختار الشباب دول، وازاي بتقدر ان انت تجمعهم من خلال ان هم ينزلوا عمل خدمي، ان هم يعني يبقوا فاهمين وواعيين اهميه الوقت اللي هم بينزلوا بيدوا للناس دوت، واهميه المجهود ده؟ انت قلت حاجه سؤال مهم جدا. يمكن اول ما ابتدينا نشتغل كنت عندي ازمه ان انا حاسس ان انا مش هلاقي شباب، لان انا بخش على الميديا بلاقي الشباب قاعد على اليوتيوب، قاعد على الفيسبوك، قاعدين 24 ساعه بالظبط. تقريبا. فاللي انا اجيب بقى شاب من ده واقول له تعالى انزل مع الشارع
ونبتدي نعمل عمل خدمي. لا والنهارده هنزرع، لا احنا بكره رايحين نعمل تسويق لمنطقه سياحيه عشان نشجع السياحه الداخليه. اكيد محدش هيجي. بالظبط. ده كان اللي في مخيلتي الاول. تمام. لما ابتدينا مع اول جروب ابتديت اشوف التفاعل بتاع الشباب ده، انا نفسي ما كنتش متخيل النتيجه دي. انا عايز اقول لحضرتك انا وصلنا دلوقتي لحوالي على الجروب عندنا حوالي 700 متطوع. ما شاء الله. ولو انا مثلا رحت مكان وسبت حد الاقي رسائل عتاب، انت ليه ما خدتنيش؟ انت ليه ما خدتناش معاك؟ ليه؟ اولا الشباب وصل لهم الصدق بتاع الواحد، يعني المشاعر اللي جوايا ان احنا مش بنعمل مش بروباجندا، مش عايزين بس ناخد اللقطه ونتصور بالظبط. الصوره وننزلها على السوشيال ميديا وخلاص. ولا انا عايز الشباب ده يخدم على اسمي، ولا انا عايز الشباب دوت يظهر رنا عاصم، ولا الكلام ده كله. يمكن انا دايما ورا الكاميرا، دايما خلف الخطوط. تمام. والشباب هو اللي قدام. انا عرفت ان حضرتك ما بتتصورش معاهم تقريبا، دايما فعلا زي المخرج اللي هو ورا الكاميرا، وانت سايب دايما بنصور برضه مع بعضينا بس مش كتير يعني. حضرتك انا بشوف ان الشباب ما شاء الله هم هقول اللي لحضرتك حضرتك بتظهرهم اكتر. ليه؟ لان هم يستحقوا. يعني انا عندي الشباب هو يستحق ان هو يظهر. انا عندي شباب يمكن كنت لسه قاعد معاهم على الترابيزه من كام يوم كده، قلت لهم انا لما بشوفكم انا بحس ان انا قليل عليكم بجد والله. يعني انتوا اكتر مني، دي انتوا قمه اكبر مني. التواضع. لا فعلا انت صعب، انت زي ما انت بتقولي بدون اي مبالغه، انت صعب تجيبي 600 700 شاب عندهم الحماس، عندهم الشغف. ودي اهم حاجه. يمكن احنا بنعاني ان احنا كلنا عندنا فقدان للشغف، صح. او ممكن يبقى واخدنا الحماس لمده يوم يومين ثلاثه خلاص الواحد بعد كده بيزهق لا وخلاص. الشغف ابتدى يقل. لا الشباب دي لا عنده شغف دائم. ليه؟ هو شاف صدق المشاعر، شاف احنا شغالين ازاي، لقى نفسه. ولقى نفسه اكتر لما ابتدى يحس ان هو بقى يعمل تغيير. يعني هو ما كانش فاقد، يعني كان فاقد الثقه في نفسه، ان هو حس ان الموضوع ده كبير عليه. لما نيجي نقول له تعالى نعمل مداخله مجتمعيه او ممارسه مجتمعيه في المنطقه ديت عشان نغير سلوكيات الناس دي، اللي هي بدل ما بتتعامل مع البلاستيك بالشكل ده انا اتعامل معاها بالشكل ده، انا هعمل كده. اعاده تدوير. لا يعني اعاده استخدام الطريقه المثلى لاستخدام البلاستيك. هو بالظبط. كان يقول انا هعمل كده. انا مش يعني هعرف. انا المشكله اللي دايره في العالم كله انا اللي احلها. يا حبيبي طب تعالى نجرب. تمام. فلما يقف مع واحد ويجرب ويقابله تاني يوم يلاقيه نازل واستغنى عن الكيس اللي ماسكه كان البلاستيك وماسك بقماش، او راح المطعم وقال له ما تحطليش في اكياس انا هاخده فاكياس انا اقعد في حاجه لا ثانيه. ده انا غيرت. هو بينه ابدأ وبين نفسه. بنفسك بقى. لا ده انا غيرت. ايه ده انا قدرت. طب انا هنزل بقى واغير واعمل ايه. هو لا المردود بيديله دافع. بالظبط. سبورت ليه. دايما احنا عندنا موضوع القياس الاثر ما بنشوفوش. يعني دي المشكله الكبيره. انا ممكن اعمل حاجه وامشي مش عارف القياس الاثر بتاعها ايه. لو بنشتغل بشكل منظم يبقى انت شغاله تحت كيان مؤسسي بيقدر يعمل لك حاجه اسمها قياس قبلي وقياس بعدي. لا فانا باجي اقول لك تعالي يا شيرين، انت كنت نازله مستهدفه المكان دوت، المكان ده كان عنده اميه بيئيه، تعالي دلوقتي ننزل تاني نتكلم مع ناس تانيه، هتلاقي الاميه البيئيه دي وصلت لفين. هل احنا استهدفنا 10 9 فهموا، واحد ما فهمش، احنا ناجحين. طبعا. هنكمل. وده اللي ادانا حاجه ايه اللي اسمها احنا بنسميها الاستدامه. احنا بقى عندنا استدامه ان احنا نشتغل اكتر واكتر واكتر، لان احنا بقياس الاثر لا احنا بنأثر. وعلى فكره ده جزء من شارعنا، ده جزء صغير جدا جدا من المجتمع المدني الكبير قوي اللي هو فعلا حاليا دلوقتي هو الذراع الفعال للدوله. اكيد. طب حضرتك اتكلمنا عن حياه كريمه وازاي حضرتك دخلت فيها، وازاي ما شاء الله الف مبروك. طبعا انا ببارك لك من خلال البرنامج بتاعي ومن خلال قناه صوت البحر، الف مبروك، ونتمنى لك يا رب التوفيق والنجاح دايما. كلمنا ازاي حضرتك قدرت تحصل على لقب افضل متطوع. تمام. بص حضرتك حياه كريمه فاتحه باب التطوع للناس كلها. تمام. اي حد عايز يتطوع او حياه كريمه بيروح يعمل انترفيو، ولو لقوا هو يعني منضبط للشروط البسيطه جدا، لو عنده ثقافه كويسه عارف فهم يعني ايه مفهوم العمل التطوعي والعمل الاهلي، هيخش المبادره على طول. ولكن اللي بيخش بقى بيشتغل ازاي، بيفرض نفسه ازاي، هي دي بقى هو ده اللي بيفرق. انا ممكن كلنا نقول انا متطوع جيد، لكن لما بننزل الميدان بيبقى في فروقات، صح؟ بيبقى أكيد. في شيرين بتشتغل غير استاذ طبعا أحمد، طبعا كل واحد بيبان. طبعا. هي الفكره ان الواحد بيشتغل على نفسه كتير جدا. يمكن اخر ايفنت ده كنت في معرض الكتاب، انا حرفيا ما كنتش بنام طول الليل بذاكر مشروعات حياه كريمه. استهدفنا مين وعندنا عملنا كام مشروع واشتغلنا ازاي على مدار السنين اللي فاتوا. بذاكر الموضوع مش حرفياً. عشوائي. لا مش نازل اهزر. بالظبط. تمام. ليه؟ انا نازل اتكلم باسم المبادره الرئيسيه الاولى. انا بقول لحضرتك يعني مشروع حياه كريمه هو اهم مشروع اتعمل بعد مشروع السد العالي بالظبط، طبقا بالارقام. الكلام ده مش بقوله مبالغه او عشان انا عضو في الحياه كريمه، لا
ده فعلا بناء على أرقام دراسات. بناء على دراسات. ده المشروع التنموي الاول على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم. مفيش يعني في دوله في العالم عندها مشروع تنموي او عندها تدخلات مجتمعيه زي حياه كريمه. فعايز اقول لحضرتك احنا كنا بنقف نذاكر، انا كنت بذاكر حرفيا، بنزل بتكلم مع كل واحد معدي، اعرفه حياه كريمه، اعرفه ايه هي مشروعاتنا، ايه اهدافنا المستقبليه، ايه هدفنا، ايه سابقه الاعمال بتاعتنا. بتكلم من قلبي. ليه؟ لان انا واحد في الشارع قوي وشعر بالفجوه اللي ما بين مجهودات الدوله دايما وما بين المواطن. يعني دايما المواطن بيسمع ان الدوله بتشتغل وبتعمل، لكن هو مش فاهم احنا بنعمل ايه. فعشان كده كان يعني بتكلم بحرقه، ان انا عايز تقعدوا ويفهموا احنا مش بنهزر، الدوله مش بتهزر، الدوله بتعمل مشروعات، كل مشروع بيهدف حاجه. الكباري اللي احنا ممكن نقول ايه ده، لا ده كل كوبري من دوت دي تنميه، ده كل كوبري من ده بيعمل لك استثمار، بيجذب استثمار، كل كوبري من ده بيسهل لك عمليات ان انا اوصل للاسعاف بسرعه للحالات، اعمل بس يا أستاذ مداهمات رامي، الداخليه بسرعه. هقول لحضرتك، ما هو دوت بقى نقص وعي للشعب. يعني مثلا ابسط كلمه بتتقال ايه، احنا مصر بقت كلها كباري. يعني النقطه اللي حضرتك اثرتها ديت لازم نكون احنا فاهمينها كويس كشعب عادي جدا. لازم بقى نوصل ده للشعب ان ان بالظبط حضرتك ودور الاعلام كله ان بالظبط هو ينزل للناس البسيطه يفهمهم. يعني لو كل واحد طلع يتكلم وقال مفهوم الكبر ده هيعمل ايه، 1 2 3 4، اكيد انا كمواطن بسيط هقتنع. تمام. لكن احنا للاسف يعني مين مثلا من زمان حضرتك بيعمل اسقاط على المجتمع المدني قليلين جدا، صح؟ طبعا كله دلوقتي ينزل تلاقيه يغطى حفله، يغطى ايفنت، مش عارف تكريم مين، دي الفلان حقيقة، الفلان دي حقيقة. والممثله الفلانيه، كلهم على راسي، كلهم ناس محترمين، كله بيشتغل. ولكن احنا حاليا الدوله احنا عندنا فجوه كبيره جدا، ولازم حضرتك وانا وكلنا نشتغل عليها. لازم نسد الفجوه دي. لازم الناس يعني المواطن المصري البسيط قبل المثقف يفهم الدوله ماشيه ازاي، ايه هي استراتيجيه الدوله. عندنا اهداف تنميه مستدامه 17، لو سالت اي حد مش فاهم يعني محدش ايه عارف. دي. طب مين هيعرفها؟ دورنا احنا بقى، دور الاعلام ودور حضراتكم ان هو احنا اهداف نعرف. الدوله، اهداف التنميه المستدامه دي هتطبق هتتنفذ في يوم وليله؟ لا. طيب المسؤول عن تنفيذها هي الجهات التنفيذيه فقط؟ لا. انت حضرتك هات لي كده يعني هدف اول واحد هو المواطن. اكيد. يعني بدون وعي. يعني انا عملت دلوقتي، انا اشتغلت وبقول هننضف الترع ونعمل تركيب ترع وكل الكلام ده جميل، وانا جيت الصبح قمت من النوم رحت جايب الزباله ورميها في الترع، كل اللي انا عملته باظ. هو المواطن هو عامل الاساسي ونجاح التنميه. يعني فعلا غياب الوعي ينتهي من التنميه. طيب في نهايه لقائنا بنشكر حضرتك يا استاذ رامي، وعايزين بقى كلمه لكل الناس اللي بتشوفك دلوقتي وبتسمع. تمام. اولا يعني انا يعني ببقى مبسوط ان انا بتكلم في اي سوشيال ميديا او كده، عشان خاطر ان احنا نوضح المفاهيم. يعني الغرض ما هوش ظهور، وانا يعني ان احنا نوضح المفاهيم لبعضينا، وان يعني جه الوقت بقى ان احنا نبتدي نحط الناس على المسار الصحيح. تمام. لان الدوله حاليا والمجتمع مش في حمل اي فهم خاطئ لاي مفاهيم فعلا، ولازم نبسط كمان المفاهيم. يمكن احنا في احد المؤسسات، يعني ان شاء الله بدون ذكر اسماء كده، بنعمل حاجه اسمها تبسيط مفاهيم التنميه المستدامه، لدرجه ان احنا هنعمل الاهداف التنميه المستدامه دي للطفل، ان احنا بالرسوم المتحركه والقصص القصيره كده هنعرف الطفل يعني ايه تنميه مستدامه، بحيث ان احنا عايزين النشء اللي يطلع ده كله يبقى فاهم بقى. بس مش عايزين بقى الجيل الحالي اللي هو قاعد دلوقتي عمال يقول لك الكباري لا، احنا عايزين واحد طالع يشوف اي مشروع تنموي يفسر لك، يقول ده 1 2 3 4 ده هدفه، وبيرتبط مع الهدف رقم كذا من اهداف التنميه المستدامه اللي بنحققها في السنه اللي كذا، واحنا معدلات القياس بتاعتنا الغايات بتاعتها ايه، والقياس الاثر بتاعتها ايه. تمام. احنا عندنا اهداف كتير جدا ليها قياس اثر واحنا مش فاهمينها. يعني دلوقتي اخر حاجه كانت وزاره الصحه بتعلن عن انتهاء قوائم الانتظار، صح؟ ده قياس اثر لاحد من اهداف التنميه المستدامه اللي هو صحه جيده. تمام. فاحنا محتاجين نشتغل مع بعض، الميديا بقى ودور حضرتك ودور زمان حضرتك، ان احنا نبتدي نشتغل بشكل موسع وبشكل اكبر من بعض. ان شاء الله. شكرا يا استاذ رامي، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح حضرتك وكل شباب المتطوع في كل عمل خدمي. شكرا.